السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد. فيديو النهارده هنكمل فيه موضوع الادراك. احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن تعريف الادراك، وعرفنا ازاي الادراك بيحصل عن طريق بعض الخطوات، وعرفنا الخطوات دي ايه، وبدأنا ان احنا نشرحها بطريقة سهلة وبسيطة. اللي ما شافش الفيديو يروح يشوف الفيديو، واللي شاف الفيديو يكمل معايا الفيديو ده. هنتكلم النهارده عن انواع الادراك، ودي اخر حاجة هنتكلم فيها عن الادراك. هنتكلم عن انواع، في كذا نوع هنتكلم عليهم بطريقه سهله وبسيطه وفي خطوتين، وفيديو النهارده مش هيكون طويل، هيكون قصير عشان ما تقلش عليكم. اول حاجه من انواع الادراك في حاجه اسمها ادراك بصري. يعني ايه ادراك بصري؟ يعني هفصلها لكم بطريقه سهله كده وسريعا. الادراك البصري يعني اي حاجه العين بتيجي عليها تبدا ان هي تفسرها وتبدا تتعرف عليها وتعرف الحاجه دي هي ايه. زي مثلا عينك وقعت على انسان، فانت خلاص انت عرفتي ان ده بني ادم، ده انسان، ده كائن حي. طب ده ولد ولا بنت؟ انت يبقى انت كده ميزتيه وفسرتيه. طيب لو عينك وقعت على القطه، انت عرفتي ان ده حيوان. عينك وقعت على عصفورة، على غراب، على بومة، على اي حاجة ايا كانت، فانت عرفتي ان ده طائر. عينك وقعت على اسد، على بقرة، على معزة، يبقى انت عرفتي ان ده حيوان وتقدري تميزيها ده حيوان غابة ولا حيوان مزرعة. فده اسمه ادراك بصري، يعني انت ميزتي الحاجة عن طريق العين، وعرفتي تفسريها وعرفتي تحلليها، ووصلتي للهدف اللي انت عايزاه، او ده ايه او ده ايه. او بصيتي لقيتي ده مكتب، ده كرسي، ده سرير، ده باب، يبقى انت ميزتي ان دي حاجه، ده جماد اسمه كذا، يبقى انت كده ميزتي وفسرتي عن طريق العين. طيب، دي اول حاجه. ندخل على تاني حاجه. في حاجه اسمها ادراك سمعي. ادراك سمعي يعني اي حاجه بتوصل للاذن، اي حاجه بتوصل الاذن، اي صوت بيوصل الاذن، بتبداي انك تتعرفي عليه وتبداي انك تفسريه وتحلليه وتعرفي مصدر الصوت ده ايه. يعني مثلا لو جالك تليفون في رقم غريب انت مش مسجلاه جالك ورديتي عليه، اول ما هتردي انت عرفتي الصوت ده صوت بنت ولا صوت ولد. وكمان انت ممكن تعرفي مين الصوت ده لو انت عارفاه قبل كده، يعني لو شخص انت عارفاه وده رقم مش متسيف عنك عندك، وبداتي ان انت تكلميها تعرفي ده فلان، ده علان، ده مش عارفه من خالتي، من عمتي، من كذا. فانت خلاص عرفتي الشخص ايه. طب عرفتيه منين؟ عرفتيه من مصدر الصوت. طيب، في حاجه كمان، انت لو حركتي كرسي، لو حركتي ترابيزه، لو حركتي اي حاجه، هتعرفي ده صوت ايه اللي اتحرك. عن طريق ازاي؟ هتعرفيها عن طريق السمع. انت لو قاعده في اوضتك والباب مقفول عليكي، ومامتك زق الكرسي، هتعرفي ان ده كرسي. زق الترابيزه، هتعرفي ان ده ترابيزه. فوصلك ازاي ان ده كرسي وان ده ترابيزه؟ وصلك عن طريق السمع. طيب، في حاجه كمان. انتي لو بره، انتي قاعده في قلب البيت وسمعتي صوت خناقه، بس خناقه حيوانات، هتعرفي ان ده صوت قطه ولا صوت كلب منين؟ هتعرفيه من الصوت. معروف ان القطه لو جت اتخانقت هيبقى ليها صوت مميز، وعرفتي ان الكلب لو برضه لو جه اتخانق هتبقى عارفه ان ده صوته. مجرد ما يتخانقوا وانتي قاعده ومعاكي حد، هتقولي له ده قطه بتتخانق، ده كلب بيتخانق. طب عرفتي منين؟ عرفتي عن طريق السمع من غير ما تشوفي، انتي سمعتي، فانتي عرفتي تميزي وتفسري ان دي خناقه بتاعت كلاب او قطط او ايا كانت ايه. طيب، دي كده تاني حاجة من أنواع الإدراك. هندخل على تالت نوع من أنواع الإدراك. في إدراك اسمه إدراك لمسي. يعني إيه إدراك لمسي؟ يعني كل أي حاجة بتيجي أو جلد الإنسان بيبدأ إن هو يلمسها، فده إدراك لمسي. من غير حتى ما تشوفي، ومن غير ما تبقى، يعني لازم تبقي رابطة عينيكي، مجرد ما تلمسيها هتعرفي انت لمستي ايه. يعني مثلا لو جابولك كرسي، بس الكرسي بتاع الالعاب بتاعه الاطفال دي، كرسي صغير، وانت مغمين عينيكي وقالوا لك المسيها، وانت بتحسسي كده، هتعرفي ان ده كرسي. رجلين، وادي الظهر، وادي المقعده بتاعته، فانت كده عرفتي ان هو كرسي. لو جابولك ترابيزه، مجرد ما تلمسيها خلاص هتعرفي ده ايه ده، وهتبداي ان انت تقولي ده كذا. طيب، جابولك مثلا عروسه، جابولك عربيه، جابولك شوكه، جابولك معلقه، مجرد ما جلد الانسان دوت لما يلمس اي حاجه هيبدا ان هو يتعرف عليها، فده اسمه ادراك لمسي. طيب، كده احنا خلصنا تالت حاجة من انواع الادراكات. هندخل على النقطة اللي بعديها. في حاسة خامسة اسمها حاسة التذوق. التذوق اللي هو الجهاز المسؤول عن الكلام، تمام؟ اللي هو البق. احنا هنتكلم دلوقتي عن البق. التذوق، انت ممكن هجيبك وهقوم مغمية عينيكي، ومش هنستخدم حاسة الشم، احنا هنستخدم تذوق بس. وجيت مثلا اديتك حتة شوكليت في بقك وقلت لك قولي لي دي ايه دي، من غير ما تشميها من غير ما تشوفيها، انت اكيد هتقولي لي شوكليت. لو اديتك اي نوع فاكهة موجودة، هتبدأي انك تاكليها وتستطعميها وتتذوقيها وتقولي لي ده نوع فاكهة كذا. لو اديتك بتاع ده
اي حاجه خاصه بالتذوق، لو اديتك حتى اكل يعني معين وجيتي اكلتيه هتقولي لي ده كذا، من رغم ان احنا لاغيين حاسه النظر ولاغيين حاسه الشم. طيب، اخر حاجه هتكلم فيها في من هو من انواع الادراك، في حاجه اسمها الادراك العقلي او الادراك الحسي. لو قلت الادراك العقلي ماشي، الادراك الحسي ماشي، الاتنين زي بعض. طيب، يعني ايه بقى الادراك العقلي؟ الادراك العقلي ده حاجه مهمه جدا، لان هو اللي بيميز بين الانسان وبين اي مخلوق تاني من المخلوقات اللي ربنا خلقها. طيب، الادراك العقلي دوت اصلا هو اللي بيوصل لنا المعاني والمفاهيم الموجوده في الحياه عموما، وهو اللي مسؤول عنها، هو اللي بيبدا يفسرها ويترجمها لنا، ويبدا ان هو يبرمجها ويبعتها لنا عن طريق اشارات او ذبذبات عشان توصل للمخ، ويبدا الانسان ان هو يفهم الحاجه اللي هو بيتعامل معاها دي ايه، اذا كانت الحاجه دي بقى جوه البيت ولا بره البيت ولا في المدرسه ولا في النادي. يعني عموما بيتكلم عن الحياه اللي احنا عايشين فيها عموما، الدوره الحياتيه بتاعت الانسان من اول من هو صغير لغايه وهو كبير. طول ما هو عايش بيقعد يتعلم، بيفضل يستفيد، وتبدا يدخله معلومات، ويبدا المخ ان هو يفسرها، ويبدا ان هو يحللها، والانسان بيستقبلها ويبدا ان هو يفهمها ويفسرها كده، وتبدا ان هي ايه، تحتفظ كمان في دماغه. عايزه اقول لكم على حاجه، ان الادراك الحسي او الادراك العقلي هو دوت اصلا المسؤول عن الجهاز المركزي المعقد اللي هو داخل في مخ الانسان، اللي هو اللي مسؤول عن فص معين بيبقى شغال في مخ الانسان، واحنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. عشان كده قلت لكم اللي ما شافش الفيديو اللي فات يشوفه. ودلوقتي انا خلصت الفيديو معاكم، يا رب يكون عجبكم. بس قبل ما اقفل محتاجه منكم دعمكم، تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واللي عنده اي سؤال او استفسار يكتبوا تحت في الكومنت، وانا هرد على كل اسئلتكم وكل استفساراتكم. ودلوقتي انتظروني فيديو جديد. سلام.